عليكم ومرحبا بكم مع فيديو جديد على قناه مطبخ ملكه. اليوم جيت نوجد معكم الكنافه بالمكسرات بطريقه اللي سهله واقل تكلفه، كتقام يعني بارخص من هذاك اللي كنشريو غير قطعه صغيره ب 8 ولا 10 ديال الدراهم. فهذه تبارك الله يعني نسكيو الكنافه ب 20 درهم كيخرج لنا كميه ما شاء الله ديال القطع ديال الكنافه. فخليكم معايا تشوفوا المقادير ديالها وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله. الوصفه ديالنا عندي هنا نص كيلو ديال الكنافه، غادي نحاول نحلوها شويه هكذا بين يدينا حتى كامله. هنا من بعد ما حليت الكنافه ديالي مزيان، هي راه ملي كتحل كيتضاعف الحجم ديالها، كتولي تبان كثيره. انا قسمتها على جوج، هذا راه غير النص الاخر درتو في المول اللي غادي نطيبها فيه. صافي. وهنايا ذوبت شويه ديال الزبده وخلطتها مع الزيت، وهي اللي غادي نسقي بها هاد الكنافه ديالي اللي كتبغي تشرب مزيان بهاد الخليط ديال الزبده والزيت. كنحاولوا نلبسوا ليها كامله الزبده بحال هكا. هنا انا لبستها مزيان بهذاك الخليط ديال الزبده والزيت. غادي نقادها هكذا في المول، غادي نجيبو شي كاس باش غادي نضغطوا عليها وتقاد لينا مزيان بهذا الشكل هكا. ونقادو لها الوجه ديالها مزيان. نزيد نسقيها شويه بهذاك الزبده والزيت. دابا نفس الشيء غادي نديرو النص الثاني ديال الكنافه اللي نقص، حتى هو غادي نديرو ديك الزبده والزيت مزيان. دابا دهنتها مزيان هاد النص الاخر ديال الكنافه. غادي ندوزو دابا باش نوجدو الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنا شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع. بالنسبه للمكسرات ديروا المكسرات اللي متوفره واللي عجباتكم. غادي نطحنهم هكا في هاد الحشوه غير شويه، ماغاديش نطحنهم بزاف، غادي غير نهرمشهم. انا هرمشتهم بهذا الشكل هكا، كانوا مهرمشين رقيق. صافي. دابا غادي نجيب هذاك المول اللي درت فيه الكنافه وغادي نوزع فيه هاد اللوز والكركاع اللي طحنت، وغادي نخلي شويه للتزيين. فبغيتو تخلطوهم مع شويه ديال السكر، خلطوهم مع ضيفوهم. بغيتو تخلوهم كما درت انا فمازال غادي تسقى بالعسل، فما كاينلاش في الحلاوه غادي توصل ليهم، غادي توصل. صافي بحال هكا. دابا غادي نزيد هذاك النص الثاني ديال الكنافه، غادي نغطي هاد المكسرات اللي درت. صافي غادي نحاول نحلها عليها كامله بحال هكا. وهنايا زدت يعني كميه الزبده اللي بقات ليا دهنت بها الوجه ديال هاد الصينيه ديال الكنافه ديالي كامله. المهم باش تجي متشربه مزيان وتجي ويتحمر الوجه ديالها. بالنسبه للفران انا مسخناه من قبل درجه حراره 180. غادي نشعل عليها من التحت حتى غادي طيب، كطيب على خاطرها طيب من التحت تبان انها تحمرات، عاد كنشعلو من الفوق باش يتحمر الوجه ديالها وهي مازال سخونه.
غادي ندهنها بالعسل بارد. هنا الا مبغيتوش ديروا العسل تقدروا تصايبوا القطر في كاس ديال السكر سنيده مع 2 كيسان ديال الماء وعصره ديال نص حامضه. انا غادي نسقيها غير بالعسل، نسقيها مزيان ونخليها تشرب. بالنسبه للتزيين غنزينها بداك شويه ديال اللوز والكركاع اللي بقى ليا اللي نقصت من الاول بحال هكا. دابا غادي نزيد نزين بشويه ديال البيستاش باش يدير لنا داك اللون الاخضر. والتزيين كتزينوا حسب اللي بغيتو. صافي دابا غادي نزيد لها وريقات من الورد غير التزيين وصافي. غادي نقطع معكم ظريف باش تشوفوا من الداخل كيف جات. وبهكذا نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم هذا الاقتراح هذا، وكيف ما العاده الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. السلام عليكم.